درم من نوخن خزيان المخبة خاقاخيتا برأه باروشا كريا بتمم خسامة خرزن وبتهمزم خديقو موضوع حلقة ديا بتخزخات شرارة أونت إلى صيرة بتخارة خدسر تقتل عمة تهويل جو سنجار دي لنائيت قا أخنواثا إيزيداية خزيان المخبة بتخزخ شرارة إلى صيرة ين بتهمزم بوت بويانا خوتاماية خارة وبتخزخ لمغضاذة وبدير خاقاخيتا بشل مخيط خارت خدسر الجنخة سنجارة بخازو ياخا قام مطيوله من يانا قورا من قريوة دوخة ومش تقلانة طلب لي قرداي الشيعة بموديتا بآها جنخة تهويلة درقولي أخ موبتك نشيتا وقريلي المهب خاشي عايا علايا لما درنتي وسنتي بود موديتا بجنخة سنجار أخ موبتك نشيتا باثرد وقتت البايت قرداي أي زيداي أخ أسيرة براشة لير هواية داعش لبناثا ونشي عالقورة مطل مزابنتي وزونتي أخ شبيه فيان خدا من آني نشي تقم زاوني داعش وقم أمزابني لك مقاهي بطلثة أغسطس آب تري ألبي وأربسر كوش لير هواية داعش عالم ديتة سنجارة والهادخ امبلي الباية دبناثة ونشي وقورة قرداية بإيداثة طوكاسر هواية. عدنا وإياكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين، نتكلم في محور حلقتنا لهذا اليوم وهو عن الإبادة الجماعية للمكون الإيزيدي، تحديدا ذكرى 11 للمجزرة التي حدثت في سنجار. نستقبل وإياكم أعزائنا المشاهدين ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ عمر إلياس رئيس المجلس الاجتماعي الإيزيدي في بعشيقة. صباح الخير. صباح الخير شيخ عمر إلياس. صباح الخير لحضراتكم وصباح الخير لكل كادر قناة العراقية الغراء ولكل مشاهديها الكرام. الشيخ عمر نعم. ممكن نبدي هذا لقاءنا بسؤالنا الأول اللي هو صار يوم 3 آب 2014؟ حقيقة ما جرى في هذا اليوم اللي نعتبره يوم أسود في تاريخ العراق وفي تاريخ الإنسانية جمعاء، لما حدث في هذا اليوم من مجازر وجرائم بشعة بحق أناس أبرياء مسالمين لا ذنب لهم سوى أنهم يعتنقون عقيدة معينة، عقيدة تختلف عن عقيدة أناس يعتبرون أنفسهم بأن من يخالفهم في العقيدة والدين هم كفرة، وقتلهم حلال وقتلهم من الأمور اللي تؤمر بها يؤمر بهذا الكفر، هذا الفكر التكفيري الظلامي الأسود. نعم بكل تأكيد شيخ عمر. نعم لا يحتاج، لا الموضوع لا يحتاج إلى توضيح كثير، لأن هم بكل فخر كانوا يصورون جرائمهم البشعة وينشروها على مواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وشاهد العالم كله ما قاموا به من جرائم. نعم أكيد كل العراقيين، كل الشعب العراقي، اغتصاب النساء وبيعهم في سوق الصبايا، كل الشعب العراقي يحزن لهذه الجرائم وقلوبنا مع الأخوة الإيزيديين. حدثنا عن رمزية هذا اليوم أو كيف يتم إحياء هذه الذكرى. حقيقة سيدتي الكريمة، كل عام تقوم الحكومة والجهات الرسمية والشعبية وهذا بإحياء هذه الذكرى،
يتم من خلال إحياء هذه الذكرى من قبل الحكومة العراقية ومن قبل المجتمع الدولي، من خلال حضور السفراء وممثلي الدول الأجنبية وممثليات الأمم المتحدة، بإعطاء وعود لأبناء الشعب اليزيدي بتخفيف معاناتهم وآلامهم وإعادتهم إلى أماكنهم التاريخية وتمكينهم من العيش بأمان وسلام في هذه المناطق. ولكن يمر عام بعد عام، ولكن آلام اليزيديين مستمرة لحد هذه اللحظة. هناك الآلاف المؤلفة من أبناء اليزيديين وبالأخص من أبناء سنجار الذين هم أكثرهم هم من عوائل الضحايا، يخطنون لحد هذا اليوم في مخيمات تفتقر إلى أسباب العيش الكريم وسبل العيش الكريم. فناهيك عن الحوادث الطبيعية التي تحدث كالحرائق وتحمل الظروف الجوية السيئة كالحرارة المرتفعة والبرد القارس في الشتاء، بدون أي دعم، بدون أي جهود حقيقية. فنرى لحد هذا اليوم سنجار مدمرة بالكامل، تفتقر، فيها مشاكل إدارية، فيها مشاكل خدمية، مشاكل أمنية تمنع رجوع هؤلاء النازحين إلى مناطقهم الأصلية. مع العلم نرى في المقابل حتى هناك جهود حثيثة من أجل إرجاع عوائل الذين كانوا منتمين لداعش وإدماجهم في المجتمع. ونستغرب بعدم وجود جهود حقيقية من قبل الحكومة العراقية من أجل حل مشكلة هؤلاء النازحين. هذا بالنسبة للنازحين. أما بالنسبة هناك قضايا أخرى كثيرة ومنها مصير المختطفات والمختطفين اللي موجودين لحد هذه اللحظة وبعيدين عن عوائلهم. أنا ردت أسألك هذا السؤال. نعم. هل يوجد بعد وهناك أصوات تتعالى هناك بأنه يجب إنهاء هذا الملف وغلق. نعم أستاذ شيخ عمر، ردت أسألك أنا بصراحة، هل يوجد بعد مختطفين ومراجعين؟ مختطفين ومختطفات يمكن أكثر لحدود 3000 مصيرهم مجهول، ولا نجد جهود حقيقية في البحث والتقصي عن مصير هؤلاء وإعادتهم إلى أسرهم والعيش معهم بسلام. وأكبر دليل على هذا بين حين والآخر نرى أن يتم العثور على مختطف أو مختطفة هنا أو هناك، ولو كان هناك جهود حقيقية لكان تم إرجاع الكثير منهم وإعادتهم إلى عوائلهم. أكيد شيخ عمر، سؤالي التالي عن كيفية توثيق هذه الإبادة. هل تم توثيقها بالشكل المطلوب كما تمت أو كما حدثت من قبل المجتمع الدولي؟ حقيقة سيدتي الكريمة التوثيق شيء مهم جدا، وأنا والتوثيق أصبح سهل وفي متناول الجميع. وأنا ذكرت في بداية كلامي بأن هم التنظيم الإرهابي المجرم لم يقم بإخفاء هذه الجرائم، بل كان يتباهى بها وينشرها على مواقعه الإعلامية، بالإضافة إلى جهات كثيرة كانت تقوم بالتوثيق، وكانت يمكن أهمها فريق اليونيتايد الذي جمع كل ما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية ومن أدلة وقرائن، وكانت تقريرهم النهائي بها خصوص هذه الجرائم إنما
قام به تنظيم داعش الإرهابي بحق أبناء المكون اليزيدي يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية. تمام شيخ عمر، ممكن نعرف أكو خطط خاصة حتى تعمرون المناطق المتضررة؟ شكرا لهذا السؤال أستاذي. حقيقة الخطوة أنا ذكرت لجنابك بأن هناك مشاكل إدارية في سنجار، ومشاكل في عدة قطاعات أخرى منها الخدمية والأمنية. فبسبب الفراغ الإداري يكون عائق كبير أمام تقديم الخدمات. كان موضوع تشكيل صندوق إعمار سنجار يمكن أن كان يبعث على رسالة اطمئنان ويبعث على الأمل، وكنا نتأمل الكثير من تشكيل هذا الصندوق، وقلنا سوف يتغير الوضع الخدمي في سنجار، ولكن أيضا بتدخلات سياسية وسياسيين متنفذين قاموا بإضافة مناطق أخرى إلى هذه الصندوق، وأخذت هذه المبالغ المخصصة لإعمار سنجار، لإعادة إعمار سنجار وبنائها وتقديم الحد الأدنى من الخدمات لأبنائها وتمكينهم من العودة. قامت تتوزع إلى عدة مناطق، حيث أصبح هذا الصندوق أنا أعتبره غير ذو جدوى، ولم يتمكن من تقديم خدمات أساسية إلى أبناء سنجار. احنا لسنا مع إعمار أي منطقة من العراق، ولكن نعرف وكلنا على دراية بالوضع العراق المالي القلق وقلة التخصيصات، فكنا نتمنى أن لا تصيغ الأمور بهذه الشاكلة، أن تكون مبالغ هذا الصندوق مخصصة لسنجار فقط، وبعد ذلك أن لا بأس كان أن يكون مرحلة أخرى لإعادة إعمار سهل نينوى وإعادة إعمار بعض المناطق. علما أنا أسكن سهل نينوى، يهمني جدا بناء سهل نينوى، ولكن سنجار أكثر حاجة وأكثر حرمانا، وأهلها لحد هذا اليوم هم في المخيمات. نعم شيخ عمر، حدثنا عن ملف المختطفين مثل ما ذكرت حضرتك. بقائهم هو قلة الخدمات. نعم، مثل ما ذكرت حضرتك توجد آلاف المختطفات والمختطفين، ومع ذلك نلاحظ منذ مدة قريبة عودة إحدى المختطفات لأحضان عائلتها. شلون يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ شنو مصيرهم باقي المختطفين؟ حقيقة موضوع المختطفات والمختطفين ومنذ بداية حصول الكارثة كان حقيقة للقيادة الدينية الإيزيدية موقف طيب في هذا المجال. أصدروا فتاوي وتعليمات باحتضان هؤلاء ومعاملتهم معاملة طيبة وبدون أي مساس بهم أو وصمهم بأي وصمة، بل احترامهم. وحتى وكانت هذه التوجيهات والفتاوي من القيادة الدينية الإيزيدية ذو أثر كبير وبالغ في المجتمع، وسابقة لم تحدث أبدا في المجتمع الإيزيدي، وتم استقبالهم واحتضانهم ومعاملتهم على أحسن ما يكون. ولكن بالرغم من صدور قانون الناجيات، القانون يمكن القانون الوحيد الذي به شيء من الإنصاف لأبناء المكون اليزيدي، ولو هو يضم أبناء الناجيات اليزيديات وباقي المكونات ولكن هذا كان بشيء من الإيجابية. هذا القانون المرقم 8 لعام 21، ولكن هذا
لا يحل كل مشاكل الناجيات، ولا بسبب الظلم الكبير الذي وقع عليهم لحد هذا اليوم. هذا القانون فقرات كثيرة من هذا القانون معطلة، ومنها الرعاية الصحة النفسية والتأهيل النفسي وأمور أخرى كثيرة يمكن فقط يقومون بمنحهم رواتب شهرية قد تخفف هذه من بعض معاناتهم، ولكن لا تحل مشاكلهم بشكل جذري. تمام شيخ عمر، ممكن نعرف شنو صار تغيير في حياة اليزيديين من عام 2014 لحد الآن؟ العفو أستاذ، أنا ما سمعت، يمكن تكرر السؤال؟ تمام. نريد نعرف شنو صار التغيير بحياة اليزيديين من 2014 لحد الآن. حقيقة كانت كارثة بحق اليزيديين، وكان بالإضافة إلى ما حصل في سنجار من هذه الجرائم التي سردناها، وكذلك حدث في مناطق أخرى ومنها في بعشيقة وبعزاني، وهو نهب للممتلكات وتدمير لكافة المزارات والرموز المقدسة للإيزيديين. ولكن هناك كان أيضا الإيزيديين صار بعض الأمور التي يمكن نقول عليها هي منها الانفتاح على العالم وتسليط الضوء على أبناء هذه الديانة، وكذلك تعريف الناس بأبناء هذه الديانة ومعاناتهم ومشاكلهم وحملات الإبادة التي جرت بحقهم منذ تاريخ طويل، حيث بلغت حسب ما موثق يمكن 72 حملة إبادة بحق أبناء هذا المكون المسالم، الذين هم لم يسيئوا لأحد في أي يوم من الأيام، ولم يقوموا باغتصاب حق أحد، بل هم مواطنين مخلصين لبلدانهم الذين يعيشون فيها، وبالأخص غالبيتهم تعيش في العراق، فكانوا على مدى تاريخهم مخلصين لهذا البلد ومخلصين ومواطنين من الدرجة ممتازة، ويعيشون بأمن وسلام وعلاقات طيبة وجيرة مع المجتمعات التي يعيشون فيها. نعم شيخ عمر، حدثنا عن الجانب الروحاني أو كيف يتم التعامل مع هذه الإبادة في المجلس الروحي. أنا ذكرت لجنابك أن أول شيء يخص المجلس الروحاني أو الجانب الديني في هذا الموضوع هو جانب الناجيات الذين تم إنقاذهم من براثن داعش. أنا حقيقة أقول بأنه في الحملات الإبادة السابقة لم يكن المجتمع الإيزيدي يتقبل حتى من ينجو من القوات الغازية أو الذين يقومون باحتلال المناطق الإيزيدية ويقومون بخطف البنات. ولكن في هذه المرة كان هناك توجيه وقرارات حكيمة للمجلس الروحاني الإيزيدي، ومنها فتوى احتضان الناجيات وعدم التعرض لهم واعتبارهم بنات ولم يمسهم شيء ولم يمس شرفهم شيء، وإنما حدث هو لم يكن بإرادتهم، ولكنه تم ارتكاب هذه الجرائم بغير إرادتهم وبحقهم. نعم شيخ عمر، ممكن نسمع منك رسالة توجهها لكل العالم بذكرى المؤلمة اللي صارت مع الشعب اليزيدي؟ شكرا أخي العزيز لإتاحة هذه الفرصة نوجه حقيقة رسالة، هذه أعتبرها رسالة كل يزيدي، وهي إلى المجتمع الدولي وبالأخص إلى الحكومة العراقية اللي هي المسؤول المباشر عن مواطنيها اليزيديين في العراق،
نتمنى من أن نرى في هذا العام أن لا يكون كسابقاته من الأعوام التي مضت، فحيث مضى 11 عام، وكل عام في هذه الذكرى نمني أنفسنا بأن هذا العام سيكون هناك عمل حقيقي من أجل لا إنهاء بس تخفيف آلام ومعاناة أبناء المكون اليزيدي من إعادة النازحين وإعادة المخطوفين والمخطوفات، وكذلك إنهاء ملف المقابر الجماعية منذ 11 سنة، وهناك رفات لأبناء وبنات وآباء وأمهات في العراء لا يتم. أنا لا أستغرب لماذا لا يتم إنهاء هذا الملف ويتم إعادة رفات هؤلاء المغدورين بهم الذين ارتكبت هذه الجرائم البشعة بحقهم وقتلوا بدون أي ذنب إلى أهاليهم لكي يدفنوا دفنة كريمة تليق بهم. نعم الشيخ عمر إلياس، شكرا جزيلا لهذا اللقاء. أكيد كنت خير مصدر لهذه المعلومات ولهذا الحوار بهذه الذكرى المؤلمة على الشعب الإيزيدي والشعب العراقي كله. شكرا جزيلا لهذا اللقاء، إن شاء الله يكون عندنا لقاءات ثانية. شكرا لك شيخ عمر، شكرا.